وصفتنا اليوم بقلاوة بالفستق. شوفوا شكلها يا سلام، شايفين كيف تشهي؟ شوف طريقتها. أول شي بضبط الشيرة، كوبين سكر وكوب ونص موية، عصرة ليمونة، وخلي الشيرة تطبخ على نار متوسطة لين يذوب السكر بدون تحريك. وهنا عندي الفستق، فرمته فرم خشن وضفت عليه ملعقة كبيرة سكر أو حسب الرغبة، حركهم كويس مع بعض. هنا عندي عجينة القلاش، شايفين شكلها؟ خليتها برا الثلاجة قبل بوقت عشان تفك. بعدين عندي الصينية اللي هشتغل فيها، بحطها فوق العجينة وبقطعها بهذا الشكل. بصفط العجينة واشيل الصينية. ضروري تغطوها بنايلون تغليف وقت الشغل عشان ما تنشف. أول شي نسويه نبدأ نشتغل بالعجينة هذه، بقطعها لقطع بهذا الشكل عشان بحطها تحت في الصينية. هذه عندنا الصينية دهنتها بالسمن، استخدموا أي نوع سمن تحبوا. باخذ من العجينة الدائرية، باخذ تقريبا ورقتين وبحطها فوق الصينية بهذا الشكل. شايفين كيف؟ تغطي لي الأطراف كمان ضروري بهذا الشكل. بعدها نغطيها كمان بالنايلون التغليف عشان ما تنشف. ندهن بشوية سمن أو زبدة ونصف الورق بهذا الشكل. ضروري تكونوا سريعين عشان ما العجينة تنشف. بهذه الطريقة نصفها، وكل طبقة ندهنها بسمن أو زيت. هنا عندي تقريبا 7 طبقات، وكل طبقة دهنتها سمن زي ما قلنا. هنا عندي الفستق، ويمديكم تحشوا فيها أي شيء زي القشطة وزي كذا، أي شيء تحبوا. بعدها ننزل الفستق ونوزعه بهذه الطريقة. شايفين كيف؟ يا سلام. كمان رشة سمن من فوق. طبعا الوصفة هذه مو لأي أحد، دايت سعرات، هذه الوصفة مو له أبدا. احنا كمان بناكلها في السنة مرة من كثر السمن اللي فيها والشيرة. بعدها أجيب العجينة اللي قطعناها لشكل دائرة، تقريبا 10 حبات، بنصفهم من فوق، وكل ما نحط واحدة بندهنها بالسمن. شايفين بهذه الطريقة؟ أول شي نضغط عليها كويس بهذا الشكل. وهذه آخر حبة. شايفين كيف؟ بنضغط عليها كويس، ومن الأطراف بنوريكم كيف نصفطها. جيبوا أي نوع سكين تكون صغيرة، وشايفين بهذه الطريقة نضغط على أطراف العجينة بهذا الشكل وننزلها على تحت. شايفين كيف؟ بعدها نقطعها زي ما تحب، تبغى مثلثات مربعات اللي تحبوا. أنا بقطعها لمثلثات أو شي بالطول بعدين بالعرض بهذه الطريقة. تكون عندي 4 قطع، والقطعة الواحدة بقطعها على 2. إذا قطعتها على 2 بتصير معايا 3 قطع. شايفين كيف؟ هذه الطريقة عشان نحدد بعدين نقطع. وهنا كده عندي الصينية جهزت. شايفين شكلها كيف؟ يا سلام. بعدها أصب السمن من فوق. ضروري هذه الكمية تكون مع العجين عشان تنطبخ معايا في الفرن، ضروري. عشان كذا قلنا لكم الوصفة هذه مو لأي أحد. نوزع السمن، بعدين بنخليها تقريبا 5 دقايق لين تشرب السمن. بعد ما شربت باخذها على الفرن على حرارة 180 تقريبا 30 دقيقة أو 35 دقيقة من تحت بس. وهنا البقلاوة عندنا جاهزة. شايفين كيف؟ يا سلام. تشربت كل السمن. بعدها نصب عليها الشيرة، طبعا الشيرة حسب الرغبة.
ربع كوب، كوب اللي تحبه، صبها يا سلام. هنا عند البقلاوة جاهزت، شايفين شكلها؟ واو. بقدمها نفس المطاعم، بشيل القطعة اللي فوق وبنزل عليه الآيس كريم. زي ما قلنا لكم الوصفة هذه أبدا أبدا ما تنفع للي يحسب لي سعرات وصحي، ما شاء الله عليه، بس احنا بصراحة ما احنا صحيين، بس ان شاء الله بنصير صحيين كمان. شايفين بهذا الشكل؟ بوزع الآيس كريم، يا سلام، وأغطي البقلاوة، شايفين شكلها؟ واو بالعافية.